بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور العجيبة اللي شفناها في محافظة الفيوم لما دخلنا ولفينا وسافرنا، شفنا للأسف إن لسه لحد النهاردة، لحد الوقت اللي احنا عايشين فيه، ناس عايشة في بيوت عشوائية بمعنى الكلمة. دخلنا عند الحاجة وأنا أعرف معاكم الحاجة اسمها إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا حاجة، عاملة الله إيه؟ يخليك. أنا أعرف يا حاجة اسم حضرتك محمد. إيه؟ الله يخليك. حاجة أم إيه؟ محمد. زي حضرتك يا حاجة أم محمد، الله عاملة يخليك. إيه؟ الحمد لله. الله يا حاجة أم محمد، قولي لنا يعني حضرتك عايشة إزاي في البيت ده مع الأمور أو الحاجات اللي احنا شايفينها دي؟ والله الحمد لله، زي ما انت شايف كده الحيطان، وشايف الدنيا، وشايف السقف، وشايف العيشة والأسرة عاملة ازاي. الحمد لله. الحمد لله. طب معاكي أولاد يا حاجة أم محمد؟ معايا. معاكي بس كام ولد؟ معايا ولدين. معاكي بس ولدين؟ يعني الحالة بتاعتهم يعني برضو ما فيش، الحمد لله رضا. طب الدخل الشهري، الراتب الشهري، المصاريف الشهرية اللي بتجيلك، في الحمد مصاريف في راتب شهري بيجي حضرتك؟ لا الحمد لله. الحمد لله. ما فيش راتب ولا حاجة. نداء لكل صاحب مال، نداء لكل قلب رحيم، نداء لكل قلب لا زال فيه الخير ويسكنه الخير. الحاجة أم محمد يعني بتعاني، الحاجة أم محمد يعني تطلب يعني أمور بسيطة جدا جدا. بتقول أنا محتاجة يعني البيت يعني سقفه يتصب، محتاجة الأمور فرش البيت. الحاجة أم محمد عندها أولاد. معانا مؤسسة فذكر تجوب البلاد، تجوب القرى، بنسافر وبنروح. مؤسسة فذكر ساعد معاها، مد إيدك في إيد مؤسسة فذكر. اعلم أن مؤسسة فذكر تنزل على أرض الواقع لتتفقد أحوال اليتامى والمساكين.